عايزة تعملي الكرنبيت وما يشربش معاك زيت كتير ويبقى ناشف وبالشكل ده ومن جوه ما شاء الله زي ما هتشوفي. كملي معايا الفيديو للاخر، واول مره تشوفيني فعلي زر اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل. شايفين الشكل وناشف ومش شارب زيت. كملوا معايا الفيديو الاخر. في البدايه نصلي على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا معايا ميه في حله، هنحط في الميه ديت شويه من الملح بس. عايزه تضيفي شويه كمون ماشي عشان الريحه بتاعه الكرنبيت يعني وكده. ضيفي شويه من الكمون. معايا كرنبيت 2 كرنبيت او زهر. هنا في السعوديه بيقولوا عليه زهر. في مصر طبعا معروف باسم الكرنبيت يعني. معايا 2 كده هنضفهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هبتدي اقطع بقى عشان من نجاح الكرنبيت يبقى معاك كويس. ما تكبريش الخرط قوي يعني، خليها صغيره بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده يعني، اللي انا هوريهولكوا ده في الفيديو. هتبقى معاكي ناشفه وكويسه احسن ما تكبريها. في ناس بتكبرها وكده، فانت كل ما تخليها صغيره كل ما مش هتشرب معاكي زيت وهتبقى ناشفه. للي مش عارف يعني، المعلومه يعني زي ما انتوا شايفين كده يعني. ده كده كويس، ولا كبيرة ولا صغيرة، في المعقول يعني. او بقول لكم يعني صغروها ما تكبرهاش يعني، كل واحدة بوردتها كده. المية خلاص ابتدت تغلي معايا اهيت. هنزل انا بقى بالايه، بالزهر. احطه كله في المية لحد ما تهروش في التسوية قوي. زي برضو ما هوريكم دلوقتي في الفيديو، ما تهروش في التسوية كده بالظبط كده. كده معقول عشان وانتي بتاكليه يبقى فيه قرشة كده شوية، يبقى طعمه حلو. تعالوا بقى نعمل الخليط الاخضر مع بعض، جميل جدا. معايا بقى كب او خلاط. هنضيف 3 بيضات. طبعا كل ما بتكتري بيض كل ما بيبقى طعمه احسن. 4 بيضات كمان يعني، انا ضفت 4 بيضات. كل ما بتكتري بيكون احسن. قرنين من الفلفل، لو حابه حراق حطي طبعا بيبقى جميل، مش حابه حطي يعني مش حراق. شويه من الكزبره الناشفه الورق، وشويه برضو من الشبت. يعني نقدر نقول رابطة نصها شبت ونصها ايه بتاع شبت وكزبرة. نصها شبت وكزبرة. معلقة من التوم المهروس، الخلطة اللي انا كنت عاملاها مع بعض معكم. 2 من مرقة الدجاج. 3 معالق من النشا. والنشا ده مكون رئيسي هيخلي معاكي الكرنبيت ناشف وما بيشربش زيت قوي، ويخلي فيه قرمشة كمان، تخليه مقرمش كده. 3 معالق من النشا. 3 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، البيكربونات باودر. بصلة، والبصلة طبعا هتطعمها معاكي جامد وهتخليها ما شاء الله حلوة برضو في الطعم. بصلة خضرة. ادي المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض. كوباية من اللبن، وربع كوباية كده من المية او نص كوباية. 3 معالق من الدقيق. اضربوا ده كله بقى مع بعض في الكبة او الخلاط لحد ما القوام كله يبقى بالشكل برضو اللي انت هتشوفي كده، ولا تقلي ولا تخففي. ده ابني كان بيطمن على الكب.
بولة بقى نضيفة، وهننزل بالشوف. شايفين الخليط عامل ازاي؟ ما شاء الله. يا هو كان مخلي الكرنبيت اصلا طعمه ما شاء الله حلو. هنبتدي بقى ايه، تحط في الكرنبيت في الخليط ده. وطبعا يكون حاطه زيت سخن على البوتاجاز وتقلي بقى. ما تقلوش الخليط قوي عشان ما يعملش طبقه يعني سميكه يعني على الكرنبيت كده، هتحس ان هو من جوه معجن يعني. لا، خليه خفيف كده، يعمل طبقه خفيفه وفي نفس الوقت يبقى مقرمش وحلو. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبكم. وممكن يكون منكم كتير بيعملها وفي ما يعرفهاش. ما تنسوش بقى ايه، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلوكوا كل جديد. ولو كومنت حلو كده. وجربوا طبعا الطريقه زي ما قلت لكم. ما شاء الله من جوه حلو وناشف. وربنا يحسن ما بين ايديكم. في رعايه الله، مع السلامه.